في فيديو النهارده هاخدكم لواحد من احلى واجدد الاماكن اللي موجوده في الفيوم. تعالوا اخدكم تور في الهات بتاعنا وبعد كده اقول لكم كل التفاصيل عن المكان ده. يلا بينا. المكان ده عباره عن هاتس. الهاتس دي متقسمه لحاجات ليك فيو وحاجات عاديه، فدي الليك فيو توين بيد. المكان بسيط جدا، هو واخد فكره الجلامب او المكان اللي هو زي كامب بس شويه فانسي اكتر. هتلاقوا هنا 2 بيدز مريحين ولذاذ جدا. بعد كده عندكم مكان صغير قوي ممكن تحطوا فيه الحاجات بتاعتكم، هيكون فيه فوط، فيه كمان بطانيات، وحاطين بايراسول. يا رب ده ما يكونش حاجه وحشه. اي هوب anyways. وبعد كده هنيجي لاحلى حاجه وهو الفيو الخطير ده. جماعه بجد الفيو تحفه، ومنبهره جدا ان المكان ده بجد ساعتين بالظبط من القاهره، بجد مش عارفه اوصف لكم قد ايه هو مريح. بيفكرني كده بنويبع، بس انتوا مش محتاجين تسافروا مكان بعيد وتقعدوا 12 ساعه في الباص او كتير في الطياره. عادي ممكن تيجوا هنا وتلاقوا منظر خطير وهدوء فظيع. تعالوا بسرعه اوريكم الحمام. الحمام بتاعهم بسيط جدا، بس هو فيه كل الحاجات اللي انتوا محتاجينها. حوض صغير، تواليت، وشاور. بالنسبه لي بصراحه مش محتاجين اي حاجه تانية في جلامب زي ده. المكان ده مش بس هاتس، في كمان مطعم صغير وفي كمان بول، في حاجات كتير لذيذه. يلا اوريكم بقيه المكان. تعالوا بسرعه اوريكم المكان كله عامل ازاي. اول حاجه طبعا الفيو الخطير على بحيره قارون. بصوا يا جماعه في بط هناك تحفه. الهاتس هنا كلها شبه بعض، اللي بيختلف بس الدايركت ليك فيو واللي ورا شويه. تعالوا اوريكم اللي ورا شويه. دول اللي بيكونوا مش دايركت ليك فيو، هم كلهم بيبصوا على الليك، بس يعني في حاجات ورا شويه وحاجات فيري دايركت. تعالوا اوريكم بقى الحته اللي فوق فيها ايه. اول ما هتطلعوا هنا هتلاقوا البول بتاعهم، طبعا ده هيبقى خطير في الصيف. وهنا في المطعم سلاش ريسبشن، وده بصراحه كل المكان. مكان لذيذ قوي وريتريت خطير لو انتوا عايزين تروحوا حاجه شبه نويبع ودهب، بس ما تقعدوش 12 ساعه في الطريق. مكان هنا بس ساعتين من القاهره، وفي واحد من احلى القرى اللي موجوده في الفيوم، تبع قريه بيوم، والقريه دي تبع اوراسكوم، فهي جديدة ومكان خطير وسهل قوي تيجوا فيها. الفيديو اللي جاي هتكلم معاكم على تقدروا تعملوا ايه في الفيوم، واكتبوا لي في الكومنتس لو جيتوا المكان ده وحبيتوه.